في كأس القارات للأندية. ده موقع الفيفا، موقع الفيفا اللي بيتكلم على الأرقام القياسية. ده الفيفا حاططكم في دماغه قوي. الفيفا بصراحة متوصي يعني. قال لك موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، انتوا شايفين في صورته وهو بيقول لك الاهلي المصري واصل مسيرته المميزة في بطولة الفيفا السنوية للأندية والتي تشهد شكلا جديدا تحت مسمى كأس القارات للأندية، حيث حقق الاهلي انتصارا عريضا على العين بنتيجة 3-0 ليلقب بكأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي. موقع الفيفا كمان أكد أنه كأس آسيا وأفريقيا لقب عالمي. الكلام ده كله قدامكم. وكتب الموقع الرسمي عن أرقام الأهلي الكبيرة بقى أنه بالفوز الذي حققه الأهلي على العين الإماراتي في كأس أفريقيا وآسيا والهادي زاد من روائع أرقامه. الفيفا اللي بيقول كده أن الأهلي بهذا اللقب زاد من روائع أرقامه القياسية عالميا من خلال بطولة كأس العالم للأندية وبطولة القارات انتركونتيننتال. وهي هنا الفيفا اللي بيعدد أرقام الأهلي وروائعه القياسية. قال لك الأهلي هو وصيف الفرق الأكثر تتويجا في العالم بعد ريال مدريد. ها، في توثيق أحسن من كده؟ في تأكيد للقيمة أكتر من كده؟ في سبب لسعادة وفخر أي مصري وعربي وأفريقي أكتر من كده؟ الفيفا اللي بيقول لك ريال مدريد 5 ميداليات ذهبية، برشلونة 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، والأهلي 4 ميداليات برونزية. الأهلي محطوط في الفيفا في خانة مع برشلونة وريال مدريد. بيقول الفيفا كمان الأهلي سجل 34 هدفا في بطولات الفيفا للأندية ليأتي خلف ريال مدريد المتصدر بعدد 40 هدفا. بعد مباراة العين وصل عدد مشاركات الأهلي إلى 26 مباراة في بطولات الفيفا، وهو رقم لم يصل إليه أي فريق في العالم. احنا بنقرأ من موقع الفيفا. قال لك حسين الشحات أكثر لاعب شارك في عدد 16 مباراة منها 4 مباريات مع العين. الأهلي يطارد رقم ريال مدريد. الأهلي يطارد رقم ريال مدريد. ده الفيفا في عدد ده حسين الشحات اللي هو بره المنتخب ولا واحد تاني؟ في عدد الأهلي يطارد رقم ريال مدريد في عدد الانتصارات بفارق انتصار واحد لصالح ريال مدريد بعدد 13 فوزا والأهلي 12. وده رقم الحقيقة محتاج تصحيح للفيفا، احنا اللي بنصحح له. الريال 12 والأهلي 11 احقاقا للحق، يعني احنا ما بنقبلش حاجة. تقرير الفيفا بيأكد انه كأس القارات الانتركونتيننتال بمراحلها الأربعة هي بطولة معترف بيها، بطولة قوية، بطولة جديدة علينا. وعلى فكرة البطولة الجاية بطل الأوقيانوس هيجي يلاعب بطل أفريقيا، مش هيبدأ ببطل آسيا، لأنه نظام البطولة إنه أول مباراة تتلعب قرعة بين بطل أفريقيا وبطل آسيا، مين اللي يلاعب بطل الأوقيانوس؟ المرة دي القرعة خدمت الأهلي إن خلت العين هو اللي يستضيف بطل الأوقيانوس. المرة قال لك وهيتم التناوب، يعني المرة الجاية بطل الأوقيانوس هيروح لبطل أفريقيا، وبطل أفريقيا في الراوند الثاني لو كسب يروح يلعب مع بطل آسيا في ملعب بطل آسيا، عكس اللي حصل السنة دي. يعني يفضل دايما عملية التدوير شغالة بين أفريقيا وآسيا والأوقيانوس. ده النظام بتاع البطولة. لكن شهادات تانية مهمة جدا لعل أخو الجهالة في